اهلا بيكم في حلقه جديده. قبل ما نتكلم عن المباراه، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ويا ريت تدوس لايك عشان الفيديو يوصل ناس اكتر. يلا بينا على طول نخش في الفوز التاريخي للسعوديه على الارجنتين. طبعا قبل ما نبدا حاجه، طبعا الف مبروك طبعا لاخواتنا السعوديين طبعا، وان شاء الله باذن الله دايما في تقدم احسن ان شاء الله باذن الله، ويتاهلوا ان شاء الله من دور المجموعات وتبقى فرحه لكل العرب ان شاء الله باذن الله. السعوديه تفوز على الارجنتين بكل نجومها بميسي ودي ماريا. يعني بص، اول حاجه نبداها ميسي. انت فين يا عم ميسي؟ يعني السعوديه حطتك في جيبهم، السعوديه حطت ميسي في جيبها. ما شفتش ميسي النهارده غير ضربه الجزاء اللي حط بها الجول، ما عادش اكتر من كده. ولا جه ولا معزه ولا خروف ولا عمل اي حاجه. والسعوديه كانت عملت شوط تاني حاجه، بالذات اول ما بدا الشوط التاني، اول 10 دقايق في الشوط التاني السعوديه رزعت انجلترا جونين. حاجه كده يعني يملي قلبك يحبهم. ولا بتاع سامر الديروسي دي، الا جون بتاع سالم جامد قوي قوي يعني. فالشوط الاول، ما كانش يعني، هو كان شوط السعوديه كانت عندها لسه اللعيبه عندها رهبه شويه اول 10 دقايق كده لغايه ما ميسي جاب الجون. بعد كده تحس ان اللعبه اتحررت. بس الشوط الاولاني السعوديه ما كانتش احسن حاجه، كانت بتلعب دايما دفاع متقدم ودي كانت خطر جدا في الشوط الاول لما كان على طول يعني الارجنتين جابت 3 اجوان من الارجنتين جابت 3 اجوان من اوفسايد، اتحسب اوفسايد. طبعا هي حاجه كويسه ان هم الاربع لعيبه بتوع السعوديه كلهم على نفس الخط، بس ده برضو ما تامنش مكر التسلل. يعني التسلل انت بتلعب على الاقل لا. فطبعا دي كانت حاجه خطره الشوط الاولاني، والحمد لله ربنا ستر. الشوط الثاني هيرفي رينار مدرب منتخب السعوديه سوى الارجنتين على نار هاديه. اول الشوط الثاني كل الناس اتفتجت، اول 10 دقايق جونين، حاجه كده جامده جدا. وطبعا بعد ما جابوا الجونين طبعا السعوديه فاقت ومبقتش رهبه خالص من الارجنتين مش عارفه تعمل اي حاجه في الماتش، تروح يمين تروح شمال. العويسي كان متالق جدا 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 وشال النهارده شويه كور رهيبه رهيبه بجد. وميسي ولا عارف يعدي حد ياخد الواحد التاني على طول يضيع الكوره. ميسي النهارده ما كانش موجود. السعوديه النهارده حطت ميسي في جيبهم. طبعا معلش بقى ليك يا ميسي وانك عايز تاخد كاس العالم، بس معلش السعوديه دي مننا، حاجه مننا السعوديه دي. اذا انت يا باشا بقى وتاريخك ومعزتك وكل حاجه بره، اهم حاجه السعوديه. وطبعا كل عام كنا بنشجع السعوديه، فالف مبروك طبعا لمنتخب السعوديه، وان شاء الله يستمروا على كده في الماتش الجاي طبعا. هي الماتش النهارده بقى سيبك من تكتيكيات واللعب بقى ومين راح يمين ومين راح شمال، كان مالهاش. اهم حاجه المكسب، اهم حاجه المكسب. هو الارجنتين جايب حاجه و70 استحواذ بس ما عملش اي حاجه في الماتش، ما عملوش اي حاجه في الماتش. ماتش النهارده منتخب السعودي كله على بعضه كان الصراحه كان جامد، ما كانش فيه لعيبه معينه هي اللي بارزه. طبعا اللعيبه جابوا جوان، هي بتاخد الصيت اكتر او بتاخد السبوت اكتر عليها او بتاخد الناس اكتر بتبص عليها. بس ده طبعا ما يمنعش طبعا المنتخب السعودي كان النهارده كان عامل ماتش جامد، بالذات اول 10 دقايق في الشوط الثاني كان عامل اداء رائع، وكان يعني حاطط يعني استغل الارجنتين. دفاع الارجنتين اي كلام على فكره، مش دفاع قوي، هي الارجنتين مش كده في الهجوم. والصراحه دفاع المنتخب السعودي كان عنده روح وقتاليه لا تصدق، يعني حاجه ولا عارفين يعملوا اي حاجه الصراحه. طبعا المكسب ده طبعا حاجه تاريخيه، وان شاء الله باذن نكمل على كده ان شاء الله باذن الله، ودايما في تقدم احسن ان شاء الله باذن الله. ومعلش يا عم ميسي الكلام ده ما ينفعش معانا، احنا العرب كلنا واحد ان شاء الله باذن الله. ولا تقول لي ميسي ولا غير ميسي، هي ولا تقول لي ميسي ولا مش ميسي. السعوديه حطت ميسي في جيبها وحطت الارجنتين في جيبها وفاجئت كل العالم. والف مبروك لمنتخب السعوديه، وان شاء الله يكملوا على كده.